السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا بقى النهارده الفيديو بتاعنا تكمله للفيديو اللي فات. طبعا زي ما انتم شفتوا انا فضيت معاكم النيش عشان خاطر زي ما قلت لكم هنعمل تجديدات في الشقه، عشان السقف عندي ايه بايظ. لما قلت لكم ان الجار اللي فوق كان بيسيب الميه وكده، فده بوظ السقف عندي. يلا بقى قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. واستنونا بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بعد هتشوفوا الشقه ان شاء الله بعد ما خلصناها هنزلها لكم فيديو كامل. بقى زي ما انتم شايفين كده انا بوريكم منظر بقى الشقه كلها بقت في الاوضه دي اوضه الاطفال. هو بس الانتريه اللي منفعش يخش جوه. جبت بقى ايه كفر، لو انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات عندي هتعرفوا ان انا كنت عامله كفر للانتريه، ورحت جايه ايه ملبساه بقى الانتريه كله عشان ما يتبهدلش. هو اتبهدل شويه بس ايه برضو ايه يعني حاجه بسيطه، مش هوريهولكوا بعد ما اخلص. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين انا هنا بوريكم برضو العمدان اللي هي الجبس دي انا شلتها، وكانت عندي حاجه صغننه كده في الجنب كده زي مصطبه صغننه كده، زي سيراميكا في جنب، زي درجه يعني كانت في الجنب هنا تحت العمود الجبس، وكانت موجوده هنا برضو فانا شلتهم عشان كده العمود هيتشيل فتبقى ايه بسوا كلها ايه سوا واحد. بقى انا بوريكم هنا السقف بعد ما اتعمل في الريسبشن. طبعا الاوضه كانت اخر حاجه هتتعمل هم خدوا 3 ايام بس للاسف ما عرفتش اصور لكم بقى ايه وهم بيعملوا. انا عندي بقى السقف زي ما بقول لكم، انا لما جبت النقاش الاول عشان خاطر انا كنت هعمل بس بيت النور. النقاش قال السقف ده مش هينفع يتعمل، لازم ينزل على يجيب الحديد ويتمحر وكده، مش يتمحر يتعمل بالاسمنت والرمله وكده يجي على الحديد. فانا بقى بصراحه يعني زوجي وكده قال الموضوع ده صعب، وانا كنت زعلانه بصراحه، انا كنت عايزه اعملها فعلا على الحديد، بس البهدله اللي انا شفتها حمدت ربنا فعلا ان احنا ما عملناهاش. قال بقى بتاع الجبسن بورد قال في فكره ان احنا بنعمل نفس ماده اللي هي دي الخامه اللي بيعملوا بيها بيت النور، ده عامل زي الجبس كده ومش عارفه عاملينه بورق كده، ده بيعملوا بيه بيت النور. وفي نفس الوقت بقى جاب لي بقى ايه جاب لي افرخ كبيره يعني حوالي كده 1.5 متر بالعرض، والطول حوالي 3 متر. وده بقى عمله في ايه في السقف بتاع بدأ عمله. انا عندي الاوض كلها للاسف يعني الريسبشن واوضه النوم كانوا متدمرين فما كانوش ينفعوا يتعملوا نقاشه، لازم يتعملوا كده. لكن اوضه الاطفال الحمد لله ايه سليمه، دي الوحيده اللي سقفها ايه ما اتعملش. طبعا كلفني بس هعمل ايه بقى يعني، طبعا حتى لو اتعمل باللي هو اللي كان هيجي على حديد كان هيكلف اكتر مع نزول بقى راتش مع حاجات زي كده وبهدله. يعني بصوا انا عامله ازاي، انا بهدلت كام يوم، قعدت لي كام يوم يجي 10 ايام ولا اكتر بهدله. فطبعا لو بقى كمان زي ما قلت لكم لو جبنا بقى السقف على الحديد كان هي كمان يعني الناس قالت لي ممكن كمان السيراميك يتكسر وكده. فالحمد لله بقى ان احنا فكرنا في الفكره دي وما جبناش السقف على الحديد. زي ما قلت لكم بقى بتاع الجبسن بورد قال هنعمل لكم نفس الماده هنعملها بالسقف كلها، يعني بيجي بقى يعمل يعني انا عندي الريسبشن الجزء اللي هو جوه خد حوالي 3 قطع كده زي ما بقول لكم، قطع حوالي يعني دي حاجات كبيره قوي كده 1.5 متر في 3 امتار، عامل زي انا كنت فاكراها زي ابلكاش كده بس هو طلع ماده ايه جبس محطوطه ايه في ما بينها، يعني الجبس محطوط ما بين ورق كده معرفش اسمه ايه يعني. فده اللي اتعمل بيه السقف وكده. وبعد كده بدأنا بقى عملنا كمان بيت النور. وزي ما انتم شايفين بقى كده ده كان ايه بقى، انا كنت بنفض هنا ليه عشان احنا لما جينا جبنا النقاش بقى النقاش قال للاسف مش هشتغل على طول بعد ما خلصنا بعد ما خلصنا الجبسن بورد عامه. يعني احنا خلصنا الجبسن بورد يوم الخميس عشان احنا بدأنا، هو قال 3 ايام بس وفعلا اخد 3 ايام. جبنا بقى النقاش قال لا انا مش هبدأ يوم الا يوم الثلاث عشان خاطر كان وراه شغل وكده. حتى احنا بقى كام يوم اللي كنا عاملين فيهم الجبسن بورد قعدنا بقى عند مامتي وكده، هي قريبه مني ربنا يخليها لنا يا رب. فبيتنا عندها، سيبنا الشقه بقى زي ما انتم شايفين، احنا اوضه الاطفال ما كانش ينفع يتقعد فيها. وجينا بقى هنا كمان الريسبشن حطوا لنا الانتريه على بعضه كده زي ما انتم شايفين. واوضه النوم بقى الدولاب في النص عشان كانوا بيعملوا ايه السقف بتاع اوضه النوم، حتى هما كانوا زي ما اوريكم كده حديد كده بيعملوه بالمسامير، بيلزقوا فيه بقى ايه الافرخ الكبيره اللي بقول لكم عليها دي، بيلزقوها بالايه في الحديد دوت بالمسامير. وبعد كده جم بقى بدأوا يمعجنوا بقى المسامير دي ومعجنوا لنا اللي هو بيت النور. وبكده بقى ايه مشوا بقى ايه خلاص بقى ايه قلنا نستنى مين، نستنى بقى اللي هو بتاع النقاش.
فقعدنا بقى طبعا زي ما بقول لكم مش هينفع نقعد من يوم الخميس لحد يوم الثلاث بالوضع ده. وفي نفس الوقت ايه ان احنا ينفع ايه يعني احنا كنا بنبيت عند والدتي وكده. بس بقى ايه هدومنا بقى كلها هنا وكده. يعني كنت باخد ايه غيارات ليا والاولاد ولزوجي وكده. بس جيت بقى قلت الكام يوم ده هم ايه نظبط المكان كده ونقدر طبعا وراتش كمان هم حطوا لنا على جنب، هتشوفوا دلوقتي الشكاير دي برضو فاتحطت في ايه في جنب كده. فقلنا بقى ايه نعرف نقعد في الشقه عادي. انا لو جبت بقى الانتريه زي ما انتم شايفين قلت انفضه بقى كله، بحيث ان احنا برضو زي ما قلت لكم لسه النقاش بقى ايام كتير. فقلت لا نقعد شويه هنا ونبدا بقى بعد ما النقاشه تشتغل ايه نسيب المكان ونبيت تاني عند ماما. او زي ما انتم شايفين بقى هبدا انفض بقى كده بهدله بجد بجد. يعني ايه اللي بيوضب وقاعد في الشقه ده بصراحه صعبه قوي. غير مثلا لو انا عندي مكان، يعني انا لو في بيت مثلا وعندي مكان احط عنده العفش ده بصراحه ايه احسن، عشان خاطر الانتريه اتبهدل. والسفره عندي السفره كانت اصلا كده كده الكراسي بتاعتها ايه هي قبل ما اعمل النقاشه بصراحه كانت بدات تتفكك من بعضها. كانت الكراسي الخشب نفسه كان بدا يتفكك كان عايز يتغرق. بس بقى اتبهدلت اكتر مع ال زي ما انتم شايفين الجبسن بورد مع النقاشه مع كده اتبهدلت. هتشوفوها بقى ان شاء الله التجديد بتاعها اوريكم بقى. طبعا انتوا عارفين شكلها، اللي متابعني عارف شكل السفره هيشوفها بعد التجديد ان شاء الله. برضو ايه جيت بقى ايه بعد ما قبل ما نعمل النقاشه بقى على طول رحت موديها ايه للراجل اللي هو المنجد، عشان خاطر في الوقت دوت تبقى ايه موجوده عنده. حتى احنا قلنا له ايه كان عايز يخلصها وكده، قلنا له ممكن حتى بعد ما تخلصها تسيبها عندك لغايه ما نخلص نقاشه خالص وناخدها منك ايه نفرش، عشان خاطر طبعا حاجه جديده فحرام ان هي تتبهدل في النقاشه وكده. كفايه علينا الانتريه والعفش عامه. حتى للاسف الدولاب والحاجات دي اتبهدلت قوي بسبب النقاشه. فزي ما انتم شايفين بدأنا بقى ايه كده نفضنا كده الانتريه اهو، وهنبدأ بقى نرصه كده وهبدأ برضو امسح. وبعدين بقى للأسف تحس كل حاجة فتحت مع بعض. يعني السفرة جت معايا يعني ايه قلنا السفرة تصبر شوية، بصيت لقيت الكراسي اتفتحت من بعضها وكل حاجة جت مع بعض. فقلنا بقى ايه بالمرة. وبعدين انا متجوزة بقى لي 12 سنة بصراحة ما عملناش حاجة في الشقة، يعني احنا سايبينها ما جددناش اي حاجة. هو الانتريه اللي جددته مرة عشان خاطر كانت السفنج هبت وكده، لكن ما عملتش حاجه في الشقه خالص من ساعه ما اتجوزت. هنا بقى بوريكم كده اوضه النوم بقى زي ما انتم شايفين. انا عملت بس السقف بتاعها، ما عملتش فيها بيت نور يا جماعه، انا بس عشان خاطر السقف كان بايظ وما كانش ينفع يتعمل نقاشه. فانا عملت نفس الفكره اللي بقول لكم عليها اللي هي بنفس ماده اللي هو ايه اهو زي ما انتم شايفين. حتى هو عامل فواصل اهي بالجبس ولا مش عارفه بالمعجون ومع ليهم معجون معين عاملينه ما بين الايه الواح كده زي ما انا بقول لكم، عشان هو كل لوح 1.5 في 3 كده. وزي ما انتم شايفين بقى مكومين برضو السفرة على جنب اهي، والراتش بقى كمان، والديب فريزر بدأت غطيته برضو كده عشان ما يتبهدلش اهو. وكمان بقى ده السيراميك اللي انا طلعته. لما جيت بقى خليت الراجل طلع لي السيراميك قلت عشان ايه الوزر، عشان خاطر انا مكان ما هشيل اللي في الجنب ده هم زي ما انتم شايفين هيتكسروا هم ده هم هيعملوا ايه هيسيبوا مكان. فانا قلت عشان الوزر احط بداله ايه اللون النبيتي ده. هي الارضيه بس اللي جبت لها سيراميكا مختلفه بس قريبه منها.